عصر الانفتاح، وأخيرا العقار رجع وبقى استثمار. العقارات في عهد الرئيس محمد أنور السادات. تخيل معايا سنة 1974 شقة 150 متر في مصر الجديدة كانت بتتباع بقيمة 10,000 جنيه بس، وعلى الرغم من ده نص الشعب ما كانش يقدر يدفع ربع المبلغ ده. تعال نرجع بالزمن واحكي لك القصة من الأول. شعب طالع من حروب طويلة، اقتصاد تعبان، شوارع بتحلم بفرصة أفضل، لغاية ما جه ومسك الرئيس محمد أنور السادات الحكم. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف. وكانت رؤيته واضحة، لازم نفتح الأبواب ونخلي العالم يدخل عندنا ويشوف فرصة تانية في مصر. وفي سنة 1974 اتفتح الباب الكبير لما أعلن الرئيس محمد أنور السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي. الاستثمارات الأجنبية زادت بنسبة 400%، وده حسب تقرير البنك الدولي سنة 1981. البنوك الخاصة رجعت تشتغل تاني، وأموال عربية ابتدت تدخل مصر بعد حرب أكتوبر. بس اللي حصل في العقارات كان شيء غريب. الفلوس دخلت لكن العشوائيات زادت، لدرجة إن وزارة الإسكان أعلنت إن مصر بتعاني من عجز في الوحدات السكنية يصل إلى 1,000,000 وحدة سكنية. تخيل معايا إن سعر المتر في مصر الجديدة سنة 1975 كان حوالي 70 جنيه، وصل سنة 1980 لأكتر من 200 جنيه. وابتدت تظهر تجمعات عشوائية حوالين القاهرة زي عزبة الهجانة، والحكومة ساعتها اتدخلت وأصدرت سنة 1978 أول قانون لإنشاء المدن الجديدة، وعملوا مدينة 15 مايو كمحاولة منهم لإنقاذ الوضع. في عهد السادات كانت بداية دخول العقارات كمجال استثماري مفتوح، لكن برضه كانت بداية الأزمات اللي عايشين تأثيرها لحد النهاردة. فوضى العشوائيات، أزمة الإسكان، الفجوة السعرية الكبيرة بين العرض والطلب. تفتكر لو الانفتاح كان مخطط له بشكل أفضل كانت خريطة مصر هتبقى عاملة إزاي النهاردة؟ مستني رأيك واستناني الفيديو اللي جاي لما نحكي عن بداية عصر مبارك وعصر الإيجار الرخيص اللي خلى جيل كامل مش شايل هم السنة.